السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. كنت زيكم كده فاكرة عشان اعمل شوية بيتيفور كده يتاكلوا جنب الشاي والقهوة لازم اكلفه كتير واجيب له زبدة وكمان بيض ومكونات كده غالية خالص. فحبيت كده اوصل لكم الطريقة دي طريقة المحلات من غير بيض ولا كمان زبدة. هنعمل كده كمية حلوة من البيتيفور وبكوبايتين بس من الدقيق ومكونات موجودة في كل البيوت ان شاء الله، وحاجه سهله وسريعه. وعايزه اقول لكم دايب دوبان زي ما انتم شايفين كده، مش مستحمل ان انا امسكه في ايدي اصلا من كتر ما هو دايب وطعمه حلو جدا جدا. فاتمنى كده ان انتوا تتابعوا الفيديو للاخر عشان تشوفوا كل التفاصيل، عشان في فعلا تفاصيل مهمه جدا جدا هي اللي هتنجح معاكي الوصفه ان شاء الله، وهتديها لك كده بنفس النتيجه الحلوه اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. فتابعوا كده الفيديو للاخر وحطوا لي لايك كده للفيديو وشير مع حبايبكم وتعليق حلو منكم. نسمي الله كده. اول حاجه معايا كوبايه من السمنه. تمام. السمنه اللي انا مستخدماها يعني في جزء منها اصفر وجزء ابيض، عشان كده انتوا شايفين اللونين، بس هي كوبايه من السمنه. تمام. حطيت عليها نص كوبايه من السكر البودر، وهبدا اضربهم كده كويس بالمضرب الكهربائي او بالمضرب اليدوي، بس طبعا المضرب اليدوي هتاخد وقت اطول لحد كده ما تبيض معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده حطيت ربع كوبايه من الزيت وربع كوبايه من الميه. تمام. وكمان ظرف كده من الفانيليا، هي صحيح ما فيهاش بيض بس عاوزين ريحتها تبقى حلوه فهنحط له كده ظرف من الفانيليا. تمام. هبدا كده اضربهم مع بعض برضو كويس لحد كده ما القوام بتاعهم يبقى متماسك ممتزج كده مع بعض. تمام. مجهزه بقى كوبايتين من الدقيق نخلاهم وحاطه عليهم رشه كده صغيره من الملح، وهبدا كده انزلهم تدريجي على العجينه اللي عملناها مع بعض وابدا اقلبهم كده بالمعلقه. تمام. مجرد تقليب، مش عاوزين نعجنها ولا اي حاجه خالص، والدقيق لازم ينزل تدريجيا ما ينزلش مره واحده. تمام. بنبدا الاول بكوبايتين دقيق نخلصهم، لو احتاجت العجينه معاكي معلقه 2 3 من الدقيق بتزوديها، لان طبعا بيختلف على حسب نوع الدقيق. تمام. دلوقتي العجينه بتاعتي خلاص كده بقت جاهزه، دي كده القوام المظبوط بتاعها، مش متلزق في الايد وفي نفس الوقت طريه جدا عشان نقدر نشكلها في كيس الحلواني. لو هتشكلوها في كيس الحلواني دي كده البلابل بتاعه التشكيل، الرفيعه خالص دي بتاعه كريم شانتيه، لكن الواسعه شويه دي بتاعه البيتي فور. تمام. حبيت كده اوريكم ازاي بنركبها كده في الكيس ده، كده الكيس اللي هو الاستخدام مره واحده. بنبدا نجيبه كده وندخل فيه البلبله ونقص الجزء اللي فوق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعد كده ننزلها لتحت شويه ونقص الجزء كمان، وهكذا يعني كل شويه بنقص القطعه كده منها لحد ما تبقى مظبوطه معايا. عاوزينها تبقى يعني متماسكه مع الكيس او لازقه كده في الكيس، مش فكين من بعض. تمام. لان الكيس لو الفتحه بتاعه الكيس وسعت على حجم البلبله دي هتلاقوها كده وانتوا بتشكلوا وقعت منكم. تمام. فحبيت اوريها لكم كده عشان في ناس سألت على موضوع تركيب البلابل بتاعه التشكيل دي. تمام. بعد كده بحط العجينه في الكيس بالشكل ده، شايفين العجينه طريه جدا. هقول لكم كمان اثناء الفيديو لو حابين تشكلوها بماكينه البيتي فور تعملوا ايه. دلوقتي انا بدات اجهز الصواني بتاعتي، والصواني ما بتكونش مدهونه اي حاجه خالص. تمام. هي فيها كميه كافيه من الدهون. تمام. وببدا اشكل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. التشكيل بيكون سهل جدا جدا طالما العجينه معاكي مظبوطه. تمام. لو حابين بقى تشكلوها بالماكينه بتاعه البيتي فور بتزودوا حوالي معلقتين دقيق كمان على العجينه اللي احنا عملناها، يعني العجينه بتبقى يابسه معاكي شويه مش طريه قوي زي دي. تمام. وبتبداي كده تاخدي قطعه وتحطيها في المكبس بتاع البيتي فور وتشتغلي بيها تشوفيها اتشكلت معاكي ولا لا. لو لقيتيها لسه طريه وسايحه معاكي بتزودي كمان معلقه من الدقيق وتلمي العجينه. وعجينه البيتي فور ما بتتعجنش خالص، احنا مجرد بنلمها وندخل الدقيق جوه العجينه مش اكتر من كده. تمام. هبدا بقى اشكل كل الكميه بنفس الطريقه. عايزه اقول لكم عمل لي كميه حلوه قوي قوي. تمام. عمل لي كده 3 صواني، هوريكم كل الكميه دلوقتي. دي كده الكميه اللي طلعت معايا. تمام. و نبدأ بقى كده اسويها. طبعا لو الجو معاكي حر يفضل تدخلي الصواني في التلاجة لمدة 10 دقايق قبل التسوية، ده في حالة ان الجو يكون حر. تمام. طبعا الفترة اللي احنا فيها دي الجو حر جدا، فطبعا دخلتهم التلاجة حوالي 10 دقايق. بعد كده بدأت اسويهم على درجة حرارة 180 على الرف اللي في منتصف الفرن، وبشغل الفرن من تحت بس. وفي اخر دقيقة خالص ممكن اشغل الشواية ياخد لون خفيف خالص من فوق.
يفضل اللون بتاعها زي ما انتوا شايفين كده يبقى من تحت فاتح جدا وبرده من فوق فاتح، ياخد اصفر ذهبي بسيط جدا جدا او حتى ابيض، مفيش مشكلة. وبعد ما بنخرج الصواني من الفرن بنسيبها تهدى خالص قبل ما نحركها، لانها بتكون لسه طريه معاكي ولو حركتيها هتتكسر منك. تمام، بنسيبها تهدى خالص وتبرد وبعد كده نبدا نخرجها من الصواني. بتخرج بسهوله جدا ونحفظها كده في علبه محكمه الغلق، وتستخدموها بقى كده جنب الشاي والقهوه كده في الفطار والعشاء. حاجه حلوه وسريعه واقتصاديه وسهله جدا جدا. اتمنى كده الفيديو يكون عجبكم واستفدتم منه. ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناه. وعايزه اقول لكم ان انا مش ناسيه وصفات العيد، ان شاء الله هنكمل فيها مع بعض، بس بحضر لكم كده حاجات تكون حلوه جدا تليق بيكم. فتابعوني كده وان شاء الله نعمل مع بعض حاجات حلوه كتير، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ومع الف سلامه حبايب قلبي.